إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع بحول الله جل وعلا تدبر صور القرآن الكريم من بعد ما يسر الله ما يسر من سورة الحجرات وسورة قاف. نفتتح اليوم بحول الله السورة التالية لهما، وهي سورة الذاريات، باعتبار أن هذه السور هي أوائل المفصل. والمفصل كما عرفه العلماء هو هذه الصور التي في آخر المصحف التي تبتدئ، يعني هنالك خلاف بين العلماء، قيل تبتدئ بسورة قاف وقيل بسورة الحجرات. وقد رجح العلامة عبد الله جنون رحمه الله في تفسيره للمفصل بأن يعني هذه السور أو قسم المفصل يبتدئ بسورة الحجرات، وقد بدأ تفسيره فعلا للمفصل المطبوع الموجود بسورة الحجرات. وهذا المفصل أحببت الآن التذكير بما تحدثنا عنه السنة الماضية. هذا المفصل هو فضل من الله سبحانه وتعالى لرسول الله، وذلك أن الله أعطى جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام، أعطى له ما يقابل كتاب الله التوراة، وأعطاه ما يقابل كتابه سبحانه وتعالى الإنجيل، وأعطاه ما يقابل كتابه الزبور، وزاده من فضله. وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره، البيهقي والطبراني، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. والسبع الطوال هي الصور السبع الكبيرة الطويلة التي في أوائل المصحف. أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت مكان الزبور المئين، وفضلت بالمفصل. فالمثاني هي الصور التي تثني المئين، يعني أنها تكون ما بين الصورة والصورة، وهي إلى القصر أقرب منها إلى الطول، كصورة الرعد مثلا وما شابهها. وأما المئون فهي الصور التي تبلغ 100 آية، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. وأما المفصل فقد تحدثنا عنه، فقد فضل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه ليس له مقابل على الإجمال، ليس له مقابل في الكتب السابقة، إلا أن هنالك حقائق من المفصل وردت في الكتب السابقة، لا بد وأن هنالك حقائق من قضايا التوحيد، وقضايا الجنة والنار، وقضايا الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، كما نص الله جل وعلا عليه في سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فإذن سورة الحجرات هي من صور المفصل، فهي إذن فيها ما في المفصل من الوعد والوعيد، ومن حقائق التوحيد. والقرآن المفصل كله يفيد جدا في ربط العبد بالله جل وعلا، وتحقيق معاني التوحيد إذا تدبره المؤمن، كما وجدناه واضحا في سورة قاف.
وهو كذلك في سورة الذاريات. والله جل وعلا حينما أقسم بالذاريات فقال: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. حينما أقسم هذا القسم العظيم كان فيه، أي في هذا القسم، ما فيه من معاني القيومية التي هي صفة من صفات الله جل وعلا، لأنه الحي القيوم، وفيه ما فيه من معاني السلطنة والامتلاك والقوة بما هو جل وعلا رب العالمين. وقد قال العلماء بأن قوله جل وعلا والذاريات ذروا أنه أقسم بالرياح التي تذرو ما تهب عليه. ذار الشيء يذروه، أي أنه رفعه في الهواء ثم شتته، كما يذر الفلاح الزرع بعد دراسه بالمذرات، يعني ما كيدريو. إذا العربية والعامية في هذا اللفظ سواء. فالريح أو الرياح تذرو كل شيء، تذرو الأشجار وتذرو الغبار، تذرو كل ما تجد، وتذرو السحب أيضا، تجمعها وتفرقها وتجمعها وتفرقها بقدر معلوم، ليس بصورة عشوائية بل بقدر معلوم. والذاريات ذروا، فهذا إذن قسم الله جل وعلا بهذه الرياح المتحركة في هذه الفضاءات المحيطة بالأرض جميعا. فإذا تحركت الرياح حملت السحب معه، والسحب تحمل الأمطار كهذه اللحظات المباركة. ولحظات سقوط المطر مباركة، لأنه عند سقوط المطر كما صح به الحديث يستجاب الدعاء. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإذا نشرح هذه العبارات أولا لندخل بعد ذلك في التدبر من أجل استحضار المعنى العام الكلي الذي من أجله خطب الإنسان، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يقف هكذا عند فهم معنى أن الذاريات هي الرياح حينما تقوم بذرو ما تهب عليه وتمزيقه وتشتيته أو تجميعه من الشجر والأوراق والرمال والتراب والسحب والغيوم وهلم مجرى. لا، هنالك معنى آخر بعد هذا وهو المقصود، وإلا فهذه الرياح فنحن نعلمها ونعرفها جميعا، وهي التي فعلا تحمل الغيوم والسحب. فالحاملات وقرا، والوقر هو المطر، وأصل المعنى في الوقر هو حمل البعير، يعني داك الشيء اللي كيهز الشواري ديال الجمل أو الزنبيل ديال الجمل يسمى الوقر. لكن السحب لا تحمل الوقر طبعا، وإنما تحمل الأمطار. لكن لما سمي المطر ها هنا وقرا؟ لأنه شحنة كما أنت ولله المثل الأعلى، يعني كتحمل الدابة ديالك من البهائم أو من السيارات والشاحنات، كتشرجي كتعمر كتشحن لغاية المعلومة. ولله المثل الأعلى، هو سبحانه وتعالى يأمر بشحن السحب وتحميلها في الحاملات وقرا، فهي بحال دوك الكاميوات مسافرين من مكان إلى مكان باش يوصلوا الأمانة إلى محلها الذي أمرت أمرا، ما كاينش العشوائية ولا الصدفة العمياء. أمرت بأن توصل ذلك الرزق إلى أصحابه فتنفضه هناك فتذروه هناك. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. قال العلماء إن الجاريات هنا إنما هي السفن، كذلك قال أبو جعفر الطبري رحمه الله ومن صار على دربه في هذا المعنى. ولكن هنالك من توسع في هذا المعنى ويحق له، لأن العبرة بعموم اللفظ. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالسفن الجارية في البحر، ولكن أقسم أيضا بكل ما يجري
النجوم والكواكب أيضا تجري في أفلاكها، وهذا شيء عجيب، وتجري بصورة تلقائية لا كلفة فيه، فالجاريات يسرا، شيء عجيب جدا. فرق كبير بين الذي يجري بمحرك والذي يجري بغير محرك. إنما الجري هو ما يجري بطاقة ذاتية غير مكتسبة. واش الأرض لما كتجري هذه السرعة الهائلة العجيبة ونحن على أكتافها على مناكبها محمولون، تجري بنا بين ليل ونهار، وتعد علينا بذلك الأيام والليالي في الأشهر في السنوات في العمر،